السلام عليكم، معكم محمد من قناة سيليكون، وده أول فيديو معانا في القناة. هنتكلم النهاردة عن ازاي تختار المعالج المناسب لتجميعتك أو لجهازك من الصفر. حرفيا لو انت مش عارف أي حاجة هتخرج النهاردة إن شاء الله كأنك واحد مخضرم في المجال. وعشان كده ما تنساش تحط لايك للفيديو، انك تشترك في القناة، تفعل جرس التنبيهات، وتنزل تكتب لي تعليق حلو، ويلا نبدأ الفيديو. وطبعا قبل أي حاجة عشان نعرف ازاي هنختار المعالج لازم نعرف المعالج بيتكون من ايه أصلا. المعالج عبارة عن حتة سيليكون بتبقى على الشكل ده مثلا. الحتة السيليكون دي بتتنقى وبتكون حاجه معينه جدا، لان بيكون فيه ديفكتيف او سيليكون مصاب، ده طبعا ما بنستخدموش، فاحنا بننقيه وفي الاخر بيبقى اللي احنا بننقي منه والمصاب بيكون على حاجه اسمها سيليكون ويفر. طبعا حته السيليكون اللي احنا هناخدها اللي هي ما فيهاش اي مشاكل، هنحط عليها هاردوير او كومبوننت، المكونات هي اللي بيبقى بتكون الدايره الكهربيه او الالكترونيه المعقده جدا. طبعا الدايره الكهربيه او الالكترونيه المعقده جدا دي بتتكون من ترانزستورز، هي الاساس او هي اللي تعتبر الاساس. الترانزستورز دي لو جينا مثلا لشركه انتل اسمها فينفيت ترانزستور. طبعا الترانزستور ده لو انت ما تعرفوش بالنسبه لمعالجات الكمبيوتر فهو يعتبر، او اللابات يعني عموما، فهو يعتبر اصغر ب 60,000 مره من شعره الانسان. وطبعا البروسيسور او المعالج معانا ما بيتكونش من ترانزستور واحد او اتنين او 10 او 1000 او مليون، حتى البروسيسور اللي معانا بيتكون من مليارات من الترانزستورز. وطبعا كل ده بيتحط في حجم 10 ملي في 10 ملم، وده طبعا مش شرط ان ده حجم كل المعالجات، بس انا بديك ريفرنس كده. وطبعا عدد الترانزستورز ده كل سنه او كل سنتين بيتطور حسب قانون مور، كل سنتين عدد الترانزستورز لازم يتضاعف. طبعا القانون ده كان بيتطبق زمان وبيتطبق متهيألي لغايه مثلا 2025 او ممكن يزداد شويه، لكن القانون ده هيقف لان الشركات طلعت وقالت انها مش هتقدر تطبق القانون حرفيا، لان كده دقه التصنيع صغرت جدا. وبالمناسبه دقه التصنيع دي حاجه مهمه هنتكلم عليها بعدين، وقالوا ان احنا مش هينفع ننزل عن دقه تصنيع معينه لان هي هتبقى صعبه جدا او محتاجه امكانيات عاليه جدا لسه ما وصللهاش. طيب ايه الحاجات بقى المهمه اللي هنتكلم عليها في المعالج؟ اول حاجه بس عشان ما ننساش، دقه التصنيع دي هي تعتبر دقه صناعه الترانزستور اللي في المعالج. كل ما صغرت كل ما بقى استهلاك الطاقه اقل والقوه بقت احسن، وده طبعا كويس. يعني انت تحط ترانزستورات اكتر في نفس المساحه فبالتالي قوته هتبقى احسن، وكمان هيبقى سحب الطاقه اقل لان الترانزستور نفسه صغر. طبعا هنتكلم اول حاجه في المعالج عن النواه. النواه دي هي اللي بيعتبر اهم حاجه في المعالج، لان هي اللي فيها ترانزستورز وكنترولرز اللي هي متحكمات وكده. فالنواه دي خدها قاعده كده، كل ما زاد عدد الانواه كل ما بقى احسن. بس ده امتى هتطبق القانون ده؟ لما يكون نفس جيل المعالج، هتقارنه مع نفس جيل المعالج. ليه؟ لان المعالجات القديمه بيبقى الانواه بتاعتها اصلا اضعف من انويه المعالجات الجديده، وطبعا الانويه تعتبر هي عقل المعالج. تاني حاجه مهمه هنتكلم عن الثريدز او الخيوط. الثريدز دي تعتبر هي اللي بتتعامل مع مهمات الكورز، وبرضه خدها قاعده ان كل ما زاد عدد الثريدز كل ما بقى احسن. هنتكلم بقى عن ثالث اهم حاجه وهي الفريكوانسي او الكور فريكوانسي او سرعه المعالج، تردد المعالج، اي اسم اللي انت بتسميه ده. طبعا الفريكوانسي يعتبر عدد العمليات اللي بتعملها النواه الواحده في الثانيه الواحده. وفي حاجه عايزه اعقب عليها واقولها هنا، ان في حاجه اسمها اي بي سي، والاي بي سي ده اللي هو كل سنه بيقول لك مثلا معالج الجيل الجديد الاي بي سي بتاعه زاد ب 15%، وهنا معنى ان لو السرعه متساويه، مثلا ناخد ريفرنس 3 جيجا هرتز في معالج الجيل القديم ومعالج الجيل الجديد نفس السرعه 3 جيجا هرتز، لكن الاي بي سي في معالج الجيل الجديد مثلا بقى 15% زياده، فمعنى كده ان المعالج مع انه نفس السرعه لكن بيعمل 15% عمليات اكتر من معالج الجيل اللي فات. هنتكلم دلوقتي عن الكاش، والكاش ده هو يعتبر حته صغيره في المعالج وهي مساحه تخزين عامله زي الرامات بالظبط كده. الكاش دي كل اللي بتعمله ان انت لما بتيجي تعمل عمليات ومحتاجه اولويه ان هي تتعمل بسرعه جدا، لان هي اسرع من الرامات بكتير جدا، فهي بتتعمل في الكاش ده. فكل برضو ما الكاش كبر كل ما بقى احسن. واخر حاجه هنتكلم عليها هي الباور، وطبعا ده بالمنطق، الباور كل ما زاد كل ما بقى حاجه اوحش، كل ما الكهرباء بتدفع فلوس اكتر. فيستحسن ان باور المعالج يكون قليل، بس مش شرط، لان في معالج بيبقى تنين بيبقى مثلا 32 نواه، فالمعالج ده لازم يكون سحب الطاقه بتاعه عالي عشان قوته كبيره جدا. اللي اقصده هنا ان الباور كل ما زاد طبعا دي حاجه مش حلوه، لكن لو الباور ده على اداء قوي جدا فلا يستاهل. طيب دلوقتي هنشرح اسم المعالج نفسه. ناخد مثلا مثال من اي ام دي وهو الرايزن 5 7600 اكس. المعالج ده اول حاجه الرايزن 5 تعتبر فئه المعالج، فهتلاقي رايزن 3 ودي ادنى فئه، الفئه مثلا نسميها الفئه الاقتصاديه، بس هو بيكون
اقل معالج في المعالجات، لان في رايزن 5 ورايزن 7 ورايزن 9. تمام. السبعه بتدل على الجيل، اعتبرها الجيل السابع، لان اي ام دي لخبطت في الاجيال اللي فاتت ما بين اسماء كتير قوي، فاعتبرها الجيل السابع مثلا. ال 600 بتدل على موديل المعالج، لان في السبعه 500 مثلا، ده بيكون تردداته اقل بس، ده الفرق. انما عدد الانويه وعدد المسارات هي بالظبط. الاكس او السافكس، ودي لو حاجه انت عايز تعرفها او تسرش عنها انا بقول لك اسمها، دي الحرف اللي بيبقى مكتوب في اخر اسم المعالج، وده طبعا هشرحه لك دلوقتي. هنتكلم دلوقتي عن اختصارات المعالج، ونبدا باي ام دي. اول حاجه حرف الجي. حرف الجي كان بيدل على ان في كارت شاشه موجود في المعالج. طبعا الموضوع ده ممكن كان زمان، ممكن دلوقتي يتطبق، بس هو عموما كان متطبق زمان مثلا زي معالج رايزن 5 2400 جي، لكن حاليا بقى في معالجات من اي ام دي فيها كارت شاشه ولكن مش مكتوب جنبها جي، فانت لازم تخش الموقع الرسمي بتاع المعالج او بتاع شركه اي ام دي وتعرف المعالج فيه كارت شاشه ولا ما فيهوش. تاني حرف وهو الاكس. اكس بترمز ان المعالج تردداته اعلى من اللي من غير اكس. حرف اليو. اليو هنا بترمز ان الترا لو باور، معناها ان ترددات اقل، فبالتالي بيسحب طاقه اقل، وبالتالي المعالج اضعف. وطبعا ده بيستخدم في مثلا تصفح او حاجات عاديه، مش شرط جيمنج او ريندر او حاجه قويه، لانه هيكون ضعيف فيها. حرف الاتش بيدل ان هو هاي بيرفورمانس، وده معناها ان المعالج تردداته عاليه والمعالج بقى بيسحب طاقه اكبر، وبالتالي المعالج اقوى. نيجي لشرح اسم المعالج ولكن نتجه لانتل. مثلا ناخد معالج ريفرنس وهو الكور اي 5 13600 كي. المعالج كور اي 5 نفس الموضوع، ده الموديل بيكون فيه فئه اقل اللي هو كور اي 5، بيكون فيه فئه اعلى الكور اي 7، بيكون فيه اعلى فئه خالص الكور اي 9. نتكلم على الرقم اللي بعديه اللي هو 13. ال 13 ده يعتبر الجين او الجنريشن بتاع المعالج او جيل المعالج، الجيل ال 13. ال 600 نفس الموضوع، هو الموديل بيكون فيه مثلا اقل مثلا 13400 او 13400 اف. وطبعا السافكس برضو في معالجات انتل زي ما قلنا في اي ام دي، لكن عشان مش هقعد اعيد لك بقى، هي يعتبر نفس الحاجه بس بتغير الاحرف، فهحط لك الجدول على ايدك اليمين او على ايدك الشمال، فانت اعرف بقى اللي انت عايزه وشارح لك كل حاجه. ولو في حاجه مش فاهمها انزل اسالني في التعليقات تحت. تعالى بقى ناخد مثال عملي نطبق عليه كل الشرح اللي انا شرحته لك قبل كده. هنقارن معالج الكور اي 5 13600 كي مع معالج رايزن 5 7600 اكس. اول حاجه هنبدا بعدد الانويه. عدد الانويه في معالج الكور اي 5 وهو 14 نواه، ولكن في فكره هنا في معالجات انتل لسه مفتكساها الجيل ده والجيل اللي فات تقريبا، خش انت شوفها عشان نسيت، وهي حاجه قسمت النواه نفسها، خلت في نواه اسمها بيرفورمانس كور وافيشنت كور، وده معناها ان نواه بتبقى سريعه جدا وقويه جدا بتستخدمها وانت بتعمل حاجات قويه جدا، والافيشنت كور بتستخدم في الحاجات العاديه لو بتتصفح او كده، وكل ده طبعا عشان يوفر الطاقه اللي بيستهلكها المعالج. كده شرحت لكم معالج انتل، فقلنا ان هو 14 نواه، في منهم 6 بيرفورمانس كور و8 افيشنت كور. ونيجي لتردد انويه الافيشنت كور، هو 2.6 لغايه 3.9 جيجا هرتز. طبعا حاجه هنا نسيت اشرحها قبل كده، وفي ان هو سرعه ابتدائيه واقصى سرعه ممكن يوصل ليها المعالج، حاجه اسمها بيس كلوك والبوست كلوك، او بتتقال فريكوانسي عادي. نيجي لتردد الانويه القويه البرفورمانس كور، وهو 3.5 جيجا هرتز لغايه 5.1 جيجا هرتز. معالج ام تي 6 انويه و12 مسار. معالج اي ام دي الانويه بتاعته كلها تعتبر، لو مثلا عايز تسميها فتسميها كلها بيرفورمانس كور. ليه؟ لان التردد بتاعها بيبدا من 4.7 جيجا هرتز لغايه 5.3 جيجا هرتز. طيب عايز اشرح لك هنا حاجه، كل ما زاد عدد الانويه كل ده ما بقى احسن لبرامج انتاج المحتوى، 3 دي موديلنج، 3 دي ماكس مثلا، اي برامج هندسيه او ايا كان حاجه معقده، تصميم افلام او كده. فكل ما زادت عدد الانويه كل ده ما بقى احسن للبرامج دي. طب انت واحد عايز تلعب وخلاص، مادام المعالج 6 انويه او حتى 4 انويه، لكن يفضل 6 انويه، ده بيكون كافي جدا للالعاب. نيجي على الكاش، ودي حاجه حاليا مش مهمه قوي انك تقارن بيها، بس هنقولها وخلاص. فهي 24 ميجا بايت في معالج انتل و32 ميجا بايت في معالج اي ام دي. وزي ما قلنا ان كل ما كبر الكاش كل ما بقى حاجه احسن، وطبعا هو ال 3 كاش هو اللي تركز معاه. نيجي بقى للباور اسامبشن، وهو في معالج انتل بيوصل لغايه 181 واط، ولكن هو في الحقيقه لو فتحت له الباور ليميت ممكن يخش لك في ال 250 واط عادي. وفي معالج اي ام دي هو 105 واط. وطبعا قلنا كل ما الباور اقل كل ما كان احسن، لكن لو تلاحظ هنا ان معالج انتل قوي جدا، معالج اي ام دي على فكره قوي جدا، بس عشان معالج انتل فيه انويه اكتر فلازم يستهلك طاقه اكتر. بس كده احنا عرفنا نقارن ما بين المعالجين، عرفنا مين الاحسن في شغل الاحترافي، شغل الايديتنج، شغل ال 3 دي موديلنج، وعرفنا مين الاحسن في
الجيمنج. وطبعا حاجه مهمه جدا لازم اقولها، انك لما تيجي تقارن ما بين اي قطعتين هاردوير لازم تشوف مراجعه لده وتشوف مراجعه لده، تقارن مثلا الرقم ده ضد رقم ده. في حاجه بيكون اسمها ريفيو او بنش مارك، ايا كان انت ممكن تشوف ريفيو لقطعه معينه او تشوف بنش مارك ليها. البنش مارك ده هو يعتبر برنامج موحد بيعمل نفس التست على كل المعالجات وبيدي نقط لكل معالج ده خد كام سكور، فده بتدور عليه. والريفيو طبعا انك تخش تشوف مراجعه للقطعه دي، واحد اشتراه وجربه او الشركه بعتته له، وان شاء الله بعد كده ممكن اعمل انا الكلام ده. فانت تخش تشوف مراجعه عليه وتعرف هل هو كويس ولا لا. كده خلصنا معانا الفيديو النهارده، اتمنى اكون فدتكم، ويا ريت تحطوا رايكم في الفيديو في التعليقات وتقولوا لي لو حد عنده برضه اسئله اكتبوا لي في التعليقات، ويا ريت تقولوا لي ايه القطعه اللي انتوا عايزيني اشرحها لكم الفيديو الجاي. وكان معاكم اخوكم محمد، مع السلامه. خد هنا مع السلامه ايه، انت ازاي ما اشتركتش في القناه؟ ما تنساش تشترك في القناه وفعل جرس التنبيهات. يلا سلام.